حال نادي الزمالك من حال فريقه، يعني زي ما انت شايف كده واحد زي شيكو بنزا ده بيمثل حسين لبيب جدا. لعيب لا قادر يباصي ولا قادر يرفع ولا قادر يشوط ولا قادر يتحرك ولا بيعمل اي حاجه في الملعب غير عجن في عجن. ده بالنسبه لي هو حسين لبيب، بس بتاع الملعب. حسين لبيب اللي بره الملعب لا عارف ياخد قرار ولا عارف يجيب لعيبه ولا عارف يحاسب جون ادوارد المدير الرياضي، ولا هو عارف اصلا جايب جون ادوارد ليه. 11 صفقه جابها جون ادوارد ولغايه دلوقتي مفيش منهم غير صفقتين اللي تقدر تقول عليهم كويسين. طب حسين لبيب قاعد ليه؟ ما تعرفش. طب جون ادوارد قاعد ليه؟ ما تعرفش. طب الزمالك رايح على فين؟ برضه ما تعرفش، والدوله ساكته والدنيا كلها ساكته، وكله فرحان بالزمالك ووصول للحال اللي هو عليه دلوقتي ده. يلا على الماتش. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الزمالك بيتعادل مع المصري تعادل طبعا بفوز. الزمالك بينجو من هزيمه. ماتش كان الزمالك فيه سيء من كل النواحي، اداريا وتخطيطيا وعلى مستوى اللعب وعلى مستوى اداره المباراه، حتى معتمد جمال اللي مش هشيله الليله، بس هو الراجل زملكاوي وجاي يشيل دلوقتي، فكتر خيره يعني ان هو بيعمل كده. لكن الزمالك على المستوى الفردي على المستوى الجماعي مش هقدر انكر ان في غيابات كتير موجوده، بس معلش مع احترامي الكامل يعني هيتحسن الاداء بنسبه كام في الميه لما الغيابات دي ترجع، لما فتوح وبنتايج وعبد الله السعيد يرجعوا بنسبه 20% كمان، بنسبه 30% كمان. هي دي النسبه اللي هتفوق الزمالك وتوقفه على رجله تاني؟ اكيد لا طبعا. الزمالك بدأ بتشكيل فيه عواد في حراسة المرمى، قدام حسام عبد المجيد ومحمود حمدي الونش، اتنين مساكين. على اليمين محمد ابراهيم الناشئ، على الشمال ايشو الناشئ بقاله 18 سنة تقريبا. قدامهم في نص الملعب بسبب الغيابات دونجا غايب واحمد ربيع غايب بقاله من ساعة ما الزمالك تعاقد معاه، ومحمود جهاد غايب من قبل ما يجي الزمالك. فبيلعب في نص الملعب باسماعيل المساك بيلعب في نص الملعب وقدم اداء كويس جدا. جنبه محمد شحاتة. قدامهم ادم كايد، على الشمال شيكو بيتزا، وعلى اليمين خوان بتزيرا. قدامهم سيف الدين الجزيري. تشكيل الزمالك اصلا ناقص، فلما انت تبقى التشكيل عندك ناقص وتبيع لعيب مهم زي ناصر ماهر، انا على فكره مش ضد ان انت تبيع ناصر ماهر. ناصر ماهر حتى في البرايم بتاعه، حتى في اعلى مستوى ليه، المفروض ان هو بيديك ماتش كل 10 ماتشات، فبالنسبه لي انا مش زعلان ان ناصر ماهر مشي. انا زعلان على الحل اللي وصل ليه نادي الزمالك، انك انت مش قادر تحافظ على تشكيلتك ولا تحافظ على الفرقه اللي انت اصلا محتاجه تدعيمات اكتر بكتير من اللي موجودين. تلات ارباع الفرقه اصلا محتاجه تمشي، وبدل ما تمشي الصفقات الكاسر اللي جايبها جون ادوارد، لا انت بتمشي اللعيبه الاساسيه اللي موجوده. طب هل انت لما بتمشي اللعيبه الاساسيه اللي موجوده ديت انت بتمشيها علشان تجيب اللي احسن منه؟ لا بالعكس، انت بتمشي اللعيبه الكويسه اللي موجوده عشان تدي اللعيبه الكسر اللي باقيه في الفرقه وموجوده. انت بتدي اللعيبه اللي ملهاش لازمه بدل ما تمشيها، لا بتديها فلوسها. انت بتبيع عشان تصرف. طب هتخلي ايه بعد كده؟ طلعت كام ناشئ؟ هم دول اللي هيشيلوا لك الفرقه؟ هم دول اللي هيجيبوا لك دوري وهيجيبوا لك كاس وهيجيبوا لك كونفدراليه لغايه دلوقتي انت بتنافس عليهم؟ لا طبعا. يلا على الماتش. دفاع الزمالك في التوهان على الاخر يعني خالص، رغم ان انت عندك اتنين المفروض دوليين ورا، بس المشكله مش في الدفاع تحديدا قد ما هي مشكله في نص الملعب. انت نص ملعبك الدفاعي مركز 6 تحديدا غايب عنه ناس كتير قوي. غايب عنه دونجا، وغايب عنه احمد ربيع، وغايب عنه عبد الله السعيد، وغايب عنه ناصر ماهر اللي مشي وملوش بديل وملوش بديل في مصر كلها. غايب عنه ناس كتيره قوي، فنص ملعب الدفاع عامه عندك رايح في 60 داهيه. كور كتير عماله تسقط ورا دفاع الزمالك، اذا كان حسام عبد المجيد ولا اذا كان الونش، وبتروح لعيبه المصري. ورجل الماتش من وجهه نظري انا هو محمد عواد، هو احسن لاعب في الماتش، شال كور كتير قوي، ولولا فضل ربنا ولولا محمد عواد كان النتيجه مثلا طلعت 3-0 او 4-0 للمصري. زي ما قلت لك الدقيقه 20 كره بالغرض بتسقط من الدفاع تخبط في ايشو، الحمد لله بيطلعها عواد. دقيقه 25 كره ثابته بتتلعب عرضيه بالهيد برضو بيطلعها عواد، كانت للمصري. دقيقه 29 اول ظهور للزمالك، كره بتخبط وتوصل لبنزيرا يشوطها ضعيفه يشيلها حارس مصري. دقيقه 31 والكره اللي بيلعب عليها المصري من اول الماتش، كوره في ظهر الدفاع تنزل لاي لاعب من لعيبه المصري، واللي حسام عبد المجيد لما اتدخل طلعها كان ممكن يحطها في نفسه اساسا. دقيقه 32 هجمه مرتده بياخدها بتزيرا بيروح بيها على الجول لكن بيشيلها حارس المصري. والسؤال هنا بقى، انت عندك لاعب واحد 22 سنه بتزيرا، عايز مدير فني اجنبي؟ يعني انت حتى لو انت مش عارف تصرف وتجيب لعيبه، على الاقل جيب مدير فني يطور لك. يعني انت جبت فيريرا في وقت من الاوقات، وفيريرا طور لك لعيبه كتيره زي حسام عبد المجيد، وخلاه لعيب دولي ومدافع دولي دلوقتي بيلعب في بطوله افريقيا اساسي. فطالما انت معكش فلوس انك تجيب لعيبه كويسه، على الاقل جيب مدرب كويس يطور لك اللعيبه الناشئين اللي انت مطلعها. لكن مدير فني وطني، انت من امتى مسكت مدير فني وطني وعمل معاك اي نتائج او طور لك لعيبه؟
بتدور في نفس الدايرة، دايرة الاسترخاص، ولا مدير فني أجنبي ولا حتى لعيبة وتدعيمات، وعليك دلوقتي داخل في ال14 قضية في الفيفا موقف لك القيد بيهم. حال الزمالك لا يسر عدو ولا حبيب. دقيقة 39 تقريبا هي دي أخطر فرصة للزمالك في الماتش كله، فاول على حدود منطقة الجزاء بيشوطها الجزيري وبيطلعها حارس المصري. دقيقة 2 شوطة ضعيفة من بتزيرا اللي ما عندوش فينش وما عندوش تسديد بالكورة تحديدا أو تفنيش للكورة تحديدا، حتى لو جات له انفرادات، لو جاله 20 انفراد ممكن يحط منهم كورة. عايز مدير فني يشتغل عليه، عايز حد يشتغل عليه برايفت، كمان بيشتغل فردي كتير جدا، لعيب كويس جدا ممكن يبقى أسطورة، لكن في نفس الوقت عنده نواقص كتيرة قوي فنية. يبدأ الشوط الثاني ومفيش جديد عن الشوط الأولاني، بالعكس الأداء هادي شوية لغاية الدقيقة 72. أخطر كرة في الماتش عرضية بيعدي بيها المصري، بيلعبها عرضية تعدي من قدام صلاح محسن اللي المفروض كان يقطع بيها الشبكة، لكن هو معرفش ايه اللي وقعه بصراحة. يعني هل محمد إبراهيم زقه الباك اليمين بتاع الزمالك، ولا هو اللي وقع لوحده، ولا أرضية الملعب اللي زي الزفت، متعرفش بصراحة. الدقيقة 77 وهجمة خطر للزمالك، أو مش هجمة، هي كرة ثابتة بتتلعب على القريبة، بيتحط محمد إسماعيل كرة براسه في الأرض بيشيلها حارس المصري، هي أصلا موجودة في زاويته. دقيقة 86 ودفاع الزمالك الشوارع يعدي فيه عمر الساعي بكورة ويحطها من فوق عواد، لكن يا دوبك بس شبر فوق العارضة. يخلص الماتش بنتيجة 0-0. أنا وجهة نظري أنت خدت نقطة من المصري، كان هو الأفضل، مستحوذ، مضيع فرص. المصري هو اللي خسر الماتش وخسر 3 نقط من فرقة ضعيفة وهشة. سيراميكا أقوى منها، البنك الأهلي أقوى منها، فرق منتصف الجدول أقوى منها. الزمالك لولا فضل ربنا ولولا جمهوره كان المفروض يكون بينافس على الهبوط دلوقتي. خلص المباراة ومش عارف بصراحة السكوت ده هيفضل لغاية امتى، ومش عارف العبث ده هيفضل لغاية امتى. الزمالك من سيء لأسوأ، الزمالك بينزل مش بيطلع، الزمالك مفيش أي تحسن وسط سكوت من وزارة الرياضة ووسط سكوت من مؤسسة الدولة الرياضية، وكأنك انت عاجبك حال الزمالك دلوقتي وانه يبقى عمال بيتهكم عليه، في حين النادي الأهلي بيجيب عشرات اللعيبة كل فترة انتقالات وتمشي بعدها على طول بلا أي حسيب ولا أي رقيب. ومرتضى لما كان بيعمل الكلام ده كله في الزمالك كان بيتشال قبل نهائي القرن على طول. فانت دلوقتي انت منتظر ايه؟ مفيش اي حد مركز مع الزمالك ولا في اي حد بيمد ايد العون للزمالك. كان في كلام على شركه الكوره والموضوع نام، كان في كلام على ارض البديله والموضوع نام برضو. لسه مرجعين 500 مليون للشركات اللي دفعت 700 مليون للزمالك، والباقي حوالي 300 مليون او 200 مليون للشركات اللي دخلت. علشان كده الدنيا ماسكه والدنيا فيها ازمه دلوقتي. ممدوح عباس رفع ايده عن النادي، طول ما جون ادوارد موجود هو مش هيدفع حاجه. حال الزمالك بقى سيء جدا وسط سكوت وتعتيم غير عادي. مجلس إدارة خاضع، ولا هو عارف يتصرف ولا هو بيمشي علشان يجيب غيره يتصرف. يا ريت يكون في تدخل من الدولة، ويا ريت يحصل جديد، لأن جمهور الزمالك بجد أنت تقريبا مش هقول لك يا عم نص مصر، طالما أنت شايف إن 70 مليون من المصريين اللي هم أصلا المهتمين بالكورة ما يكملوش ال 70 مليون، بس يا سيدي 70 مليون أهلاوية واحنا 120 مليون، قول 20 مليون ما لهمش في الكورة، في 30 مليون. دول مش 10 ولا 20 ولا 1000 ولا 2000، وحتى لو 10 ولا 20 لازم تحترم انتماءاتهم. فيما يقارب 30 مليون ده اللي جوه مصر غير اللي بره مصر متنكدين بسبب الزمالك. في ناس عيشتها الكوره، في ناس بتفك عن نفسها بالكوره. اتمنى ان حد يتدخل، اتمنى يكون في عاقل رشيد، اتمنى المسؤول زي ما قال الرئيس، المسؤول اللي قاعد وما بيعملش حاجه يمشي. ماتش الوداد بيفوز على منياما الكونغولي 1-0 وبيكمل العلامة الكاملة 3 ماتشات فوز متتالي 9 نقط. سجل الوداد محمد مفيد لاعب الوداد بصراحة عامل تدعيمات كويسة جدا، وداخل البطولة دي عايز ياخدها وعايز السنة الجاية يرجع دوري الأبطال وينافس عليه كمان. جايب بن يدر وجايب صلاح مصدق وجايب حكيم زياش وجايب لعيبة كتيرة جدا قادر إن هو ينافس عليها. أتمنى الاستمرارية من الناس مشجع لنادي الوداد. الوداد بالنسبة لي في المغرب هو الانتماء الأساسي ليا هناك، مع احترامي الكامل للرجاء ومع احترامي للجيش الملكي والأندية كلها اللي هناك. مبروك لنادي الوداد، قادر انه ينافس على بطوله الكونفدراليه، وبالتدعيمات اللي جابها دي المفروض ان هو فعلا يكون المرشح الاول للفوز بالكونفدراليه الافريقيه. منتظر ان نادي الوداد يرجع ينافس مره تانية وياخد البطولات واشوفه على منصات التتويج، لان نادي الوداد كبير جدا بجمهوره. مره تانية حتى بعد بطوله افريقيا انا عايز اشيد بالتنظيم المغربي والملاعب المغربيه وتنظيم الجمهور وشكل الجمهور وحلاوته.
المغاربة بيتريقوا على الجمهور المصري علشان الجمهور المصري ما بيحضرش الماتشات. ماتش زي ماتش المحلة، الفرق الجماهيرية أصلا في الدوري المصري مش كتيرة. المغرب عرفت الموضوع وحط إيديها على المشاكل وحط إيديها على العلاج وعالجت وحلت، وبقى الجمهور بيشوف الماتش، بيشوف على الأقل ملخص الماتش، هتشوف شكل جمهور الوداد عامل إزاي ومال الملعب إزاي، وشوف ماتش زي ماتش الزمالك والمصري الجمهور فيه عامل إزاي. مش معقولة مصر بكبرها دوت مش قادرة إنها تنظم ماتش مهم وبحضور جماهيري كويس للماتش في الكونفدرالية. انت ما عندكش اصلا فرق جماهيريه كتيره. مش هكدب عليك، انا سعيد طبعا للوداد بالتنظيم وبالظهور، لكن في نفس الوقت انا يعني ما شاء الله لا قوه الا بالله، بس انا غيران على بلدي انك مش عارف تنظم ماتش فيه جمهور بساعه كامله. افتح للجمهور واهتم بالرياضه. المفروض ان دي قوه من القوى الناعمه، المفروض نهتم بيها اكتر من كده. مش عايز ابعد كتير عن ماتش الوداد. الوداد كان يقدر في نهايه المباراه انه يسجل على الاقل 3 اهداف، جات له 3 اهداف، لان الفرقه اللي كانت بتلعب قدامه من ياما كانت متكتله لغايه ما تسجل فيها الجون. بعد الجون اخر 10 دقائق نور الدين مرابط طبعا من الصفقات الهايله، ولاعيب كبير جدا ولاعيب كابتن فريق ولاعيب كبير بكورته وكبير بادائه، عامل الفرق بشكل كبير جدا مع الوداد. ضيع مثلا فرصتين، محمد مفيد ضيع فرصه، ضيعوا حوالي بقول لك زي ما قلت لك الماتش كان ممكن يخلص 4-5 في نهايه الماتش. آه، ان شاء الله باذن الله اشوف الوداد في النهائي واشوف الزمالك اول مصري في النهائي. مبروك للوداد، دي موداد. شكرا لكم. السلام عليكم.